انت بتعرف انه هي الدنيا دار بلاء وامتحان وليست دار سعادة وهناء، ومع ذلك حزين ومكتئب وتعبان ومهموم، وانت عم تنسى انه السعادة مو بالمصاري، السعادة براحة البال. نحن هلأ قاعدين بامتحان وكل واحد عم يكتب صفحته، فأنت بتختار يعني الأعمال الخيرة يعني متاحة، والأعمال السيئة والشيطانية متاحة، فأنت بتختار يعني إنه شو الطريق اللي بدك تمشي فيه. ولديه رقيب عتيد، يعني كله عم يسجل، وبكرة سوف تشهد يدك ورجلك وكل أعضائك عليك وماذا فعلت. زعلان إنه ما معك مصاري؟ الله سبحانه وتعالى يضيق على الإنسان لكي يمتحنه ويشوف قديش صبره وقديش قوة تحمله. لو ما بيعرفك قد الامتحان ما امتحنك، فامتحنك بقلة المصاري مثلا بس عطاك نعمة الأولاد. انت امتحنك بقلة الأولاد وما عطاك أولاد، بس عطاك مصاري وعطاك حياة يعني سهلة، وحياة فيها كثير من النعم، وأخذ منك شيء. فالله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق ويوزع الأمور بحيث تناسب الجميع. فالدنيا دار امتحان وبلاء، ولن تدوم النعم إلا بالشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر الله. انت عندك اولاد، غيرك عم يحلم وعم يعمل 100 عملية وعم يدفع ملايين لحتى يعمل طفل انبوب وما عم ينجح معه. بس انت ما عندك مصاري وعندك اولاد، غيرك عنده مصاري بس ما عنده اولاد. حميد ربك. انت ما معك مصاري بس غيرك مرضان، انت صحتك عليك. حميد ربك. انت ما معك مصاري وغيرك راكب سيارة فارهة وانت عم تمشي على رجليك وعم تركب بالباص. حميد ربك انه قدران تمشي على رجليك ومالك معتاز حدا. طيب اطلع على الطرف الثاني، هل هو عايش بنعيم؟ والله العظيم اعرف اغنى اغنياء يتصل باحد الاشخاص لكي ياكل امامه صحن فول مدمس او سندويشة فلافل، لانه لا يستطيع ان ياكل هذه النوعية من الطعام. ممنوع من الدكاترة انه ياكل هيك انواع من الطعام. فهو يعني بس عم يطلع بصديقه كيف عم ياكل مشان يستلذ، بس بالنظر انه شلون عم يقدر ياكل وعم يشرشر الزيت من ايده. ما عم تحمد ربك. انت عايش بنعم كبيرة وكثيرة، ولكن انت عم تطلع بس على الشيء اللي ناقصك. مثلا وضعك المادي قليل، او الرزقة المادية والمصاري قليلة بين ايديك، عم تطلع على النقطة. الصحة تعبانة عندك، عم تطلع بس على النقطة. ما عندك اولاد، عم تطلع. وسع نظرك وتطلع على النعم اللي محاوطتك محاوطة، وتطلع على كرم الله. والله هناك ناس تحلم يعني انه بس تقدر تنام، يعني الألم يسكن قليلا. انت عايش بصحة والله عاطيك هاللي. يا اخي ما معنا مصاري هلا، بكرة الله بيرزقنا. طيب كيف الله بده يرزقنا؟ بالحمد والشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشيطان شو بيعمل هون؟ لك يا الله ما بيحبك، الله ما بده يعطيك، الله ما له رضيان عنك، الله كذا. فشو بصير قلة يعني بصير عندك شعور انه انا يا اخي معناتها يعني الله ما بيحبني. لا يا اخي، اذا كل العالم بدها تكون اغنياء مين بده يشتغل؟ واذا كل العالم بدها تكون صحيحة وبصحة جيدة، مين بده شلون بدك تعرف يعني تحس بالنعمة؟ لما بتشوف غيرك مريض بتحمد الله وانت صحيح. لما بتشوف واحد ما عنده اولاد وانت عندك اولاد، حميد الله.
لما بتشوف واحد عم يمشي على الكرسي او على العكازة وانت ماشي على رجليك والله عطيك القوة، حميد ربك. طلع على الشيء اللي عندك ياه، لا تطلع على الشيء اللي ناقصك. الشيء اللي ناقصك الله سبحانه وتعالى عم يمتحنك فيه، عم يجربك فيه. هل تصبر وتحتسب هذا الصبر وهذا البلاء عند الله وتؤجر، وستؤجر إذا صبرت وحمدت وشكرت. ودمتم جميعا بألف خير.